السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين. احنا بقى بقينا في اخر بعد العيد بقى خلاص، الايام العيد الحلوة خلاص راحت، بس ربنا يدينا الصحة بس وايامنا كلها تبقى عيد. طبعا انا اول ما قفلت البث المباشر ما اقولكوش، انا مجرد ما قفلته من هنا النور اتقطع من هنا. شوفوا بس ستر ربنا ما شاء الله. نبدأ بقى بإذن الله نعمل الجلاش. اعمل الجلاش باللحمة الاول. حبيبتي اللي بتحب الجلاش بالفراخ لسه داخله عليا ايه وسمعاني وجاي لها كده ايه يعني، جايه من الدرس تعبانه وسمعت الخبر كده صعقه نزلت عليها. بس هعمل لها بقى الجلاش بالفراخ الاول، بلاش باللحمه معلش. عندنا هنا بيضه بربها بشويه ملح وفلفل بساط كده. عايزه تكتري الفلفل سنه عن الملح ماشي، لان احنا هنحط ماجي. تمام. اللبن هنا سخن اهو، كوبايه لبن سخنه قبل ما احطها على البيض، عشان هي سخنه ما ينفعش ان هي تتحط سخنه عشان ما تسويش البيض. فانا هحط فيها ايه، فاين فودز مجيايه كده حلوه، واسيبهم مع بعض كده ايه يسيحوا. بالمعلقه ابدا ان انا ايه اقلب فيها كده بس عشان تبوش. تمام. وبعد ما تبوش كده فيها اقوم اخلطها على البيض واقلب الاتنين ببعض باذن الله. ماشي. طبعا هنا بقى الفراخ اللي اتعصجت، طبعا هي كانت قطع كبيره فكنت عايناها اصلا اعملها شيش طاووق، فطبعا ايه بحاول ان انا اهرسها شويه. المفروض ان هي تتفرم بقى ولا حاجه، بس عادي مفيش مشكله يعني. ممكن ايه تتهرس بس شويه كده، لان طبعا عايزه اعملها صوابع، مش عايزه افردها في الجلاش. عايزه اعمل الجلاش ان شاء الله ايه صوابع. تمام. انا هاجي بقى ايه الحته اللي انا هاخدها كده افركها كده شويه بالشوكه، وابدا ان انا ايه اخدها. بسم الله. طبعا كنت حاطه المضرب عشان هقلب اللبن مع البيض، بس انا هسيب اللبن يهدى شويه لان كان دافي وما سيحش المجيايه، فانا سخنته عشان يسيح. اجيب بقى ايه صينيه كده عشان افرد فيها الجلاش وافرد فيه الفراخ. بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ندهن بس الاول الصينيه اللي احنا هنعمل فيها، اللي هنحط فيها. بسم الله. يعني طبعا انا ما بحبش اكتر قوي السمنه بالذات في الجلاش، علشان الدسامه اللي بتجزع النفس. تيجي تاكلي قطعه الجلاش كده تحسي ان نفسك جزعت منك وما انتيش قادره تكملي، ويا دوبك حته بس بتكون ايه خلاص ما انتيش عايزه غيرها اصلا من كتر السمنه اللي بتبقى فيها. طبعا السمنه دي برضو اللي هي احنا عملناها سمنه بلدي على النار ما شاء الله عليها جميله. نجيب بقى ايه، نجيب الصينيه اللي احنا هنحط عليها. طبعا احنا نركن بقى الصينيه التانيه اللي هنحط فيها. احنا بس عايزين نهتم دلوقتي ان احنا هنعمل الجلاش. طبعا الجلاش ده كان عندي متفرز في الفريزر وسبته فك، لازم تسيبيه يفك خالص عشان لما تيجي تعمليه ما يتكسرش منك. واثناء ما انتي بتاخدي منه برضو ما تسيبوش مكشوف طبعا علشان ما ينشفش. تمام كده. بسم الله. الواحد مش شايف السلوتيب فين اصلا اللي ملزوق فيه. نجيب سكينه ولا ايه؟ نجيب سكينه احسن. دول طبعا ورقتين كده ايه مع بعض، مش ورقه واحده. تمام. بسم الله. بسيط بسيط كده هدهن الورقتين
خفيف خالص، مكترش خالص السمنه فيهم. ومعايا بقيه الورقه الثالثه اتنيها عليهم برضو كده اهي، اهي كده بس. تمام، اظبطها عليها كده. وبرضو خفيف خالص خالص، برضو ما كترش. على فكرة الفرشة السيليكون يا جماعة بتحدف في السمنة. هي تقفيلة الجلاشة دي هما بيعملوها كانوا عاملين الورق مرحب، ورقة راحة وورقة جاية، فتحسي ان الرابعة كمان داخلة على التالتة. بس بسيط بسيط خالص زي ما انتوا شايفين كده، علشان ما تطلعش دسمة معاكي. احنا بس بندهن عازل بحيث ان هي ما تعجنش. ماشي. هنجيب بقى الفراخ اللي انتي حاولتي تهرسيها، بسم الله اهي. هي برضو خلي بالك هي يعني نشفت شوية برضو على النار، لانها شربت ميتها كلها، شربت الشوربة بتاعتها اللي نزلتها كلها. انا ليه مش عايزاها تبقى قطع، انا عايزاها تبقى زي المهروسة علشان ما تخرمش الورقة. ورقة الجلاش بتبقى ضعيفة فتخرمها وتطلع بره، انا مش عايزة كده. تمام. نبدأ بقى ان احنا ايه نلف من تحت خالص كده، بسم الله، زي المحشي كده. عايزين كله كده ايه قطعة واحدة. عايزة تقطعي بالسكينة، بسم الله، بالورب مثلا كده اهي. باينة. عايزة تقطعي دي بقى علشان تبقى متسوية عادي. البواقي دي طول ما هي ورق كده، ورق اهي، ما فيهاش اي فراخ ولا اي حاجة، بس انت بتساوي المكان. دي بتتعان تتعمل ام علي، بتبقى جميلة قوي. احنا كده اهي الصابع زي الفل اهو مع نفسه. نحطه بقى في الصينية. عايزة تقطعي برضو بالورب نفس الموضوع بس بالقطاعة اهو. طبعا بتطلعها لك مفصلة شوية اهي. جميلة جدا اهي. عندك القطاعة، عندك السكينة اللي انت عايزة تقطعي بيه بتقطعي بيه عادي خالص اهي. عايزة تقطعي عدل مش بالورب، قطعي عدل مش بالورب. طبعا السكينة بتبقى اسهل لك بكتير علشان القطاعة بتاعتي صغنونة شوية، دايرتها صغيرة فبتعذب شوية. عندي بقى فكرة تانية، بتاخدي بقى الجلاش تعملي على قد الصابع اللي انت عايزاه. انا عايزة مثلا الصابع المقاس ده كده، تمام. اقوم عاملاه كده واتني
كل الباقي على نفس الحجم، او اقيس بالمسطره، بس انا بستسهل بس ايه عشان اعمل بسرعه. ممكن اقيس بالمسطره وعادي واعمل بالمسطره برضو. تمام. انا هقطعها ازاي بقى؟ طبعا انا شايفه ان دي زياده، برضو هتبقى من نصيب ايه، من نصيب ام علي بأمر الله. عشان اقطع يعني والتقطيع يجي باذن الله نفس الحجم، امشي بقى على التانية اللي انا عملتها. ويا سلام لو في ايدنا المسطره برضو، طبعا هنظبط ايدنا اكتر يعني. كده بقى لا هتضطري تقطعي بالقطاعه، ده لو انتي عايزاه مفصل يعني، مش هتضطري بقى تقطعي بالقطاعه ايه وانتي شغاله، او انتي بعد ما بتحشي يعني. نبدأ ناخد تاني واحدة احنا عاملينها اهي. طبعا اللي احنا بنعمله ده لازم برضو نغطيه واحنا اثناء ما احنا شغالين، عشان الجلاش بينشف بسرعة، عشان ما يبقاش ايه وحش. نرجعها مكانها تاني كده عشان نظبط التانية بتاعتها، نشوفها هي كانت فين، عشان برضو واحنا بنقطع ما نقطعش غلط. احنا بنجيبها قدام شوية كده عشان نعرف نظبطها يا جماعة. تمام، عشان نعرف نظبطها، عشان ما نقطعش اللي فوق على اللي تحت. اي فرفوطه تطلع منك ما تخافيش، مش هتبقى يعني ما تتأهمليش فيها او ترميها، لا دي بتبقى ام علي، دي بنعملها ام علي باذن الله، تبقى جميله قوي. المسطره بقى لو في ايدي كله يبقى سريع سريع واسرع من كده بكتير. طبعا انا بشوف ان الفسطانه احلى من السكينه، يعني بتدي منظر حلو لما بيبقى عندك عزومه او عندك حاجه، بتديكي منظر احلى بكتير. هنشوف بقى الرقات دي كام رق. بسم الله. ادي دول رقين وده التالت، ناخد 3 ونعين الباقي. طيب احنا هندهن فين؟ هندهن فوق ال3، مش هندهن جوه. تمام، احنا هندهن فوق ال3 ومش هندهن جوه. بسم الله. عشان برضو زي ما قلت لكم ما يبقاش فيه ايه، تسندي كده مع نفسك. عايزه تدهني تكايه جوه عشان بس ما تتزحلقش، ماشي يعني كده، عشان بس ما تتزحلقش، لكن ما تكتريش جوه حاجه خالص، ما تكتريش جوه حاجه خالص. تمام، بس كده. هاجي بقى ايه، اقوم تانية دي نص تانية كده، نص تانية بس، واحشيها بقى. بسم الله. وابدا الف. بسم الله. باين معاكم ولا ايه؟
كده جاهزه ان هي تتعان وشكلها تحفه اهي. شايفين عامله ازاي؟ جميله جدا. وهتلاقي بقى كمان الصوابع كلها مقاس واحد. عايزه تصغري شويه بتصغري براحتك خالص. ده كده ايه 2 دول رقين بس. تمام. احنا هنعمل ايه؟ احنا هناخد الحته الصغنونه اللي احنا هنعملها جوه بحيث انها ما تتعملش معانا. حاجه بسيطه خالص يعني، مش دهنه، ماسكه بس للورقه، ماسكه بس. هنجيب بقى ورقه تانية من الورق التاني اللي احنا مقطعينه عشان احنا عايزين 3 ورقات مع بعض. برضو هنعمل ايه؟ هنحط برضو ايه حاجه بسيطه كده في النص كده. نبدأ ان احنا نحط الورقة التانية. انا شايفة ان الورقة دي تقريبا اتقطعت اكبر من الاتنين التانيين. اخليها هي اللي بره خالص. ابدأ ادهن بقى. بسم الله. واتني الورقة برضو نص تانية كده وابدأ احشي. بسم الله. خلي دايما الحشو بيبقى في النص كده ما يطلعش بره، علشان وانتي بتلفي كده كده هيطلع. تمام. فانتي عشان ما يطلعش معاكي ويبقى مظبوط على قد الضيق اللفه بتاعت الجلاشيه بالظبط، فما توصليهوش للاخر. خلي دايما حته فاضيه من هنا، حته فاضيه من هنا، وحته فاضيه من هنا اهو. شايفين؟ مليانه وفي نفس الوقت مش طالعه بره الورقه. ودايما نخلي الجلاشيه الحته الاخيره اللي اتلفت هي اللي تحت مش هي اللي فوق، عشان هو بيفتح من بعضه. دايما تبقى هي تحت. تمام. خلص بقى الكميه دي كلها بتاعت الفراخ وارجع لكم مع بتاعت اللحمه ان شاء الله. انا خلصتها كلها اهو. نبدا بقى ان احنا نحط اللبن. طبعا شايفين الماجي عمل ازاي على وش اللبن، بس برد خالص اهو. نبدا نقلبه بقى على البيض. بسم الله. طبعا البيض لما اتركن شويه بدأ يغمق لونه، بس طبعا مش وحش ولا باظ ولا اي حاجه يعني، متخافوش. او ما اتركنش كتير يعني على ما اللبن برد بس. بسم الله. احط بقى شويه فلفل اسمر، لان لو حطيت ملح وفلفل مع بعض الحدقه هيزيد، لان انا حاطه الماجي. انا زودت شويه لبن ونص مكعب ماجي وبس، علشان هعمل صينيتين مش صينيه واحده. الصينيه عليها مقدارها كوبايه لبن وبيضه. تمام. فانا مش هكتر البيض قوي يعني، انا خليت بيضه واحده بس، وكترت بس اللبن نص كوبايه كمان على حبه الفلفل الاسمر اللي انتوا شفتوني حطيتهم، ونص مجياه كمان على المجياه بس كده. ابدا بقى ايه ان انا اسقيها. بسم الله. اهو كده احنا سقيناه وحطينا فوق وشه، وبنبدا ان احنا نسقيه كده. ندخل اللبن جواه كده، نقعد ايه نحركه كده، نحرك الصينيه كده لحد لما اللبن تجلجل جواه كله. طبعا احنا مسخنين الفرن وعاملين على درجه برده مش عاليه قوي، ما بين ال 180 وال 200، وندخله بقى ايه يتخبز بامر الله. تمام. انا كده ايه يعني يعتبر اللبن فوق وشه وجواه. برضو ادهن وشه برضو شويه بالسمنه كده. تمام. وادخله بقى الفرن باذن الله يستوى بامر الله كده. ما بياخدش كتير، بياخد مثلا من نص ساعه لساعه الا تلت تقريبا، ونطلعه بامر الله. طبعا نتابعه من تحت ومن فوق
تحت وفوق يبقى ما يتحرقش مننا قوي يا جماعه. طبعا لاحظوا ان اللبن لسه في ارضيه الجلاش، لسه ما شربوش قوي لانه بيعمل طبقه كده في الارضيه. فاحنا بقى علشان الطبقه دي ما تبقاش جامده، المفروض ان احنا بنسيبه فيها شويه لحد ما يشرب طبقاته، تشرب كل اللبن ده. بس انا بقى ايه مستعجله، فانا هدخله دلوقتي الفرن. وما تكتريش، يعني كوبايه الا ربع كده على الصينيه باذن الله، لان ده صوابع ما هواش ايه عادي. لو معمول عادي صينيه عاديه بتاخدي كوبايه وتسقي بيها، لكن هو عشان صينيه وعشان ما يقفش كده في الارضيه كتير اهو، لانه ملحقش طبعا يشرب كله، عشان ما يقفش كتير كده، فهي كوبايه الا ربع كفايه قوي عليه بامر الله. ادخله بقى الفرن وابدا اعمل ايه اللي باللحمه زيه بالظبط، نفس الطريقه بالظبط، بس بدل ايه حشوه الفراخ حشوه اللحم كده. بقى نعمل برضو باذن الله طبعا 3 طبقات زي ما احنا واخدين بالنا قبل كده. انا ما دهنتش النص خالص على فكره، دي اول دهنه اهي. انا مش عارفه واضح ولا لا. طبعا اللحمه اللي بتفيض ننزلها، ناخدها اللي هي بتطلع من الجنب يعني، نحطها في اللي بعدها. نخلص كله بقى وارجع اوريكم برضو الصينيه ان شاء الله. نحط فيها برضو نفس الوضع بتاع اللبن. شوفوا كل الطبقات على بعضها اهي. انا ما بدهنش غير فوق الوش بس، بمسكها كده يعني عشان ما تزحلقش مني. امسكها من اولها واشد بقى السمنه عليها كلها كده، واتني كده. احط اللحمه برضو نفس الوضع زي الفراخ بالظبط. عايزه تكتري اللحمه، عايزه تقللي اللحمه، انتي وكيفك يعني. بسم الله اهي. تحاولي تحبكيها كده مع بعضها زي صابع المحشي كده، عشان يبقى ماسك نفسه كده وجامد، ما يبقاش ايه مهوي. اهي يا حبايبي طلعت من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا انا بفتح بس الايه الفاصل اللي هو ماسك بينهم السقيه اللي انا كنت سقياه طبعا اكيد يعني. عامل زي البيض كده، عارفين زي قرص بيض كده، واخدين بالكم. بسم الله. بس طبعا لازم نعمل ده عشان الطعم وعشان كل حاجه حلوه نحس بيها واحنا بناكله. بسم الله ما شاء الله. طبعا سخن جدا عليا اهو، ما شاء الله ما شاء الله. جميل جميل. انا عارفه ان طعمه هايل، طعمه هايل. هو بس تسليكه كده، مش بتقطعي لانها مش خرط. مش عايزه بقى اللبن يبان والبيض يبان وكده، فبتضطري ان انت بقى ايه ما بتكتريش معاه اللبن قوي زي ما قلت لكم كده، عشان هو بيبقى صوابع نص كوبايه، كوبايه الا ربع بالكتير قوي. مجرد بس يشرب تبداي ان انت بقى خلاص توقفي الشرب، او تسيبيه شويه لحد ما يشرب كل الكميه اللي انت حطاها. برضو هي نص كوبايه او كوبايه الا ربع، تبع حجم الصينيه اللي معاكي، تبع حجم تبع الصوابع ولا صينيه. الصينيه طبعا بتاخد يعني بتاخد كوبايه، ما بتقولش لا. لو هي خرط، لو انت هتقطعيها خرط بتاخد عادي، ما تقولكيش لا خالص. تمام. فانت لو بتعملي صوابع ما تكتريش بس اللبن معاها شويه، تعملي زي ما بقولك كده. انت بقى لو انت عامله السمنه كتيره تبصي تلاقيها مبغبغه سمنه، وانا ما بحبهاش مبغبغه سمنه بصراحه. بصوا بقى الجمال والحلاوه والطعامه بصراحه يعني ما شاء الله. حاجه كده، حاجه وهم بصراحه. جميل جميل قوي قوي. بسم الله الرحمن الرحيم.
طبعا انتوا شايفين ده الفراخ بس، لسه اللحمه في الفرن. شكلنا هناكل الفراخ ونسيب اللحمه اهو. ما فيش بعد كده، مفيش بعد كده. قرمشه خطيره. بصوا ما شاء الله مستوي تحفه. بصوا رغم ان هو مش مدهون قوي بس مكتفي جدا كمان. يعني انا بيتهيألي انا كترت كمان، يعني تحسي برضو ان في رقات برضو فيها برضو سمنه، بس هو جميل وما بيجزعش وحلو قوي. وصدقوني جربوه بالفراخ حلو قوي قوي، واكيد باللحمه حلو برضو. كله جميل. الف هنا لكل من ياكل. واقفل معاكم بقى دلوقتي ولا ايه؟ مش عارفه. هو طبعا اللحمه زي الفراخ كل واحد، بس عايزين تنتظروا اللحمه كمان. خلاص ننتظر اللحمه، بلاش نقفل دلوقتي. على ما اكل الفراخ ننتظر اللحمه. طبعا ايه، اللحمه طلعت اهي. دي الفراخ اللي احنا صورناها، دي الفراخ، دي اللحمه ان شاء الله سخنه خالص. مش هقدر امسكها كده واعمل فيها زي الفراخ كانت هدت، بس هي حلوه قوي زي برضو الفراخ اهي ما شاء الله. جميله تستاهل بقكم. مش هقدر ادوقها طبعا سخنه مولعه، مش هقدر عليها دلوقتي. الف هنا وكل من ياكل. وجربوا الفراخ وجربوا اللحمه. طبعا انتوا اكيد مجربين اللحمه كتير، بس بجد الاتنين طعمهم احلى من بعض، والاتنين بيبقوا حلوين. وطبعا انتوا كلكم عارفين تعصبوا اللحمه ازاي. نفس اللي عملناه في الفراخ هو نفس اللحمه، الفرق بس توابل اللحمه بتختلف. في اللحمه توابل اللحمه، في الفراخ توابل الفراخ. والف هنا. واشتراكات مش هوصيكم القناه، ده اخر شهر ليها تقريبا، هنبدا نرجع لورا ويشيلوا مني حاجات الله اعلم هي ايه. حاولوا بقدر الامكان تخلوني اعلى شويه، اوصل 1000 مشترك. انا دلوقتي لسه تحت ال 500 يا جماعه. انا عارفه حبايبي كتير، بس للاسف انا لو قلت لكم كذا مره لو كل اللي بيشاهدوني يشتركوا انا كنت وصلت من زمان. ارجو ما تستخسروش فيا الاشتراك. كتروا ساعات الفرجه شويه، وربنا معانا جميعا. وصدقوني انتوا الكنز بتاعي، برضو مش مقصر معايا اذا كنت اكسب او ما اكسبش، اوصل في القناه او لا. اهم حاجه اللي اعرفه اقوله لكم، اوصل لكم اي حاجه اكون عارفاها، مش شرط طبيخ، ممكن معلومه، ممكن حاجه بعرف اعملها اقول لكم عليها. انتوا عندي احسن من اي اشتراكات ومن اي فلوس ممكن انا اخدها. صحيح انا ما خدتش اي حاجه لحد دلوقتي، بس والله معرفتي بالناس كنوز. ومحبه الناس ليا هي اكبر كنز ليا، والحمد لله على كده. وانا فرحانه بوجودكم معايا، وان انتوا تراسلوني وتكلموني وتشكروني في بعض الحاجات، وانا اقول لكم برضو التواصل يدوم ونشكر لبعض كلنا في حاجاتنا انا وزمايلي. بجد الروح الحلوه انا بحبها قوي. وكل سنه وانتم طيبين، وكل وقت واحنا طيبين بصحه جيده، نكون بخير يا رب. وبنحب بعض وعلى اتم صحه واسعد حال. اكيد هنبقى طيبين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.